شرحت لحم عجل وشرحته، والشريحة تكون لا خفيفة كلش ولا ثخينة، وسط، لأن هاي مو عشيش. إذا تريدون تسووها عشيش شرحوها أخف. بعد ما كملت تشريح اللحم يلا نسوي التتبيلة. جبت بصلاية و4 فصوص ثوم، وراشي 4 خواشيق، ولبن هم 4 خواشيق، وهيل مطحون، وزنجبيل، وبهارات مال قص لحم مال ملوية، وياها فلفل أبيض وملح وقرنفل وخل وعصارة ليمونة وبرتقال، ونخلطها كل زين. وراه ندير على شرائح اللحم سويته طبقتين، طبقة جوا وحطيت عليه التتبيلة، وطبقة فوق وحطيت عليه التتبيلة، ونعوفه بالتخميرة أقل شي ساعتين. يعني كل ما تعوفوا أكثر كل ما يصير أطيب. اللي شرحتها واحد وهحط عليها بس ملح، اللي لازم باردة وتقطعوها على مود يصير عليكم أسهل بالتقطيع. جبت تبسي وخليتها على النار، خليتها يحمى زين، وحطيت اللي صفطتها بالقاعدة جوا، وراها أصفط عليها اللحم لحماية، وكل ما يستوي عندنا وجه نقلبه. ورا ما صفطنا الطبقة الأولى سويت الطبقة الثانية نفس الشي فوقها، بحيث صار اللحم طبقتين، وذب المونة كلها من الفوق للجوا، وبعدين من قلبه نفس الشي. النار بالبداية لازم تكون عالية، وراها شوي تنصوها، وظلون تقلبون باللحام لحد ما يستوي تقريبا. يطول عندكم 20 دقيقة أو أقل. من يكمل عندنا ويستوي الوجهين نطلعه ونبدي نقطعه شرائح ناعمة، حال من تنزلون القص من الشيش. ورا ما نكمل تقطيعه هو اللي رجع على النار، ونشوحه من كل الجهات. هاي الطريقة كل سهلة وتخبل، تفيد البيوت وتفيد المطاعم البسيطة، وطعم هذا القص يخبل حال البشيش. وأحسن ليش؟ لما تنزل من عنده السوائل وتبقى بيه السوائل. الصراحة أنا مسويه أكثر من مرة، بس هالمرة شوية نوعية اللحم اللي أخذته من القصاب كان مو زين، شوية صار عندي قوي، الظهر اللحم كان مستورد. هسه بعد ما كمل عندنا حنبدي نسوي اللفات. نفتح الصمون ونحط اللحم القاعدة الأولى، فوقها شوية طرشي وشوية طماطة، وصارت أطيب لفة